وبيتصاب وبيطلع، فبدلك مفيش مشكله. ولكن الاداء بتاع لعيبه النادي الاهلي، اسكواد النادي الاهلي اللي هو المفروض اسكواد يكسر الدنيا، لا ما شفناش الكلام ده النهارده. شفنا وقوع فني وبدني، يعني اللعيبه وقعت بدنيا تماما مع الدقيقه 60 تقريبا، خلاص اللعبه مش قادره تجري في الملعب. احمد رضا الراجل يعني جاب الجون، ولكن كام ميز باص بيعمله احمد رضا قبل الجون. يعني الكوره اللي هي ارتدت علينا وجت جون كان اولها تقريبا احمد رضا. الراجل بيفقد الكوره بمنتهى السهوله، الراجل بيستلم الكوره في نص الملعب واللعيبه كلها فاضيه حواليه وبيسلمها يطلعها في الاوت. ما عنديش مشكله معاه، نزل في توقيت صعب جدا في ماتش النهارده عنق زجاجه. انت النهارده لو خسرت الدوري راح، لو كسبت كنا هنقرب، ولكن انت حطيت نفسك لسه كأن ماتش بيراميدز ده ما اتلعبش، وانت ما خدت ما فيش مشكله، الفرق لسه 4 بونت. ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يحسن من ادائه الفني، واللعيبه ترجع للذاكره التهديفيه بتاعتها وترجع للاداء المحترم اللي هم كانوا بيعملوه، ومستر كولر يفوق شويه. يا اما الاداره لازم تتدخل، لازم الكابتن محمود الخطيب يتدخل، لان انت داخل على فتره صعبه جدا على النادي الاهلي. فاضل لك باقي الدوري، فاضل لك باقي دوري ابطال افريقيا. هل النهارده ينفع النادي الاهلي يروح كاس العالم للانديه ويلعب بالاداء ده؟ لا كده هزعل. انا عارف ان في ناس هترد عليا وتقول لي تريزيجيه لسه جاي، وعندك زيزو، وعندك حمدي فتحي، وعندك اليو ديانج، ولكن العقليه اللي هي لازم تتغير الاول، عقليه المدير الفني لازم تتغير. المدير الفني النهارده ما ينفعش ان هو يصمم بس ان هو يغير لعيبه في دقيقه معينه، ما ينفعش ان انا اغير قبل الدقيقه دي، لا لازم النهارده لما اشوف ان في مشاكل فنيه موجوده في الملعب اغير من اول نص ساعه، ما عنديش مشكله. ولكن احنا ما بنشوفش الكلام ده مع كولر، ما بنشوفش الكلام ده مع كولر. هي تيجي الدقيقه 60 كولر يغير، 65 كولر يغير، قبل كده لا انا مش هغير. يعني زي ما بقول لحضرتك النهارده، لو كان بس صبر شويه على حسين الشحات واشرف بن شرقي بعد الطرد، صدقني كانوا هيضيفوا حاجه. لو نزلت جريديشار اقرب شويه، بنزله تقريبا في الدقيقه 80، نزله مثلا في الدقيقه 70، فانت النهارده كمان منزل الاوراق الهجوميه بتاعتك متاخر، ما عملتش بيها حاجه وما استفدتش بيها اي حاجه. وسام ابو علي حاول كتير جدا ان هو يستلم، جاب لك فاولات على ال 18 ما استغلتش، يعني ما حدش استغلها احسن استغلال، ولكن ده مؤشر طبيعي. والوقوع الفني اللي شفناه النهارده مؤشر مش كويس على لعيبه النادي الاهلي ومش كويس على الجهاز الفني. لازم يبقى فيه شغل كبير بيحصل الفترات اللي جايه، لازم تدخل من مجلس الاداره، لازم يتكلموا مع الراجل ويقولوا له انت النهارده داخل في الاوتار الاخيره من بطوله افريقيا، داخل في الاوتار الاخيره من بطوله الدوري، فما ينفعش النهارده ان انا اقدم الاداء ده، ما ينفعش